نصيحه من حضرتك يا باشمهندس، يفضل لحد بيعمل شيفت كارير ودرست فاندمنتال بروجرامينج ابدا بعدها في الديف اوبس على طول، ولا يفضل اشتغل الاول؟ بص، بالنسبه لي انا، اي نصيحه ما بين الشغل وما بين الدراسه هختار الشغل. انا قلت قبل كده انا بفضل ان انت تبقى دريفن باي جوب. انا عارف ان ساعات بيبقى الشغل والدراسه في نفس الوقت صعبه، بس معلش، هو بص، اي حاجه انت عملتها غلط زمان لازم هتدفع ثمنها يعني. والكلام ده على فكره محمد بيشرف قاله كذا مره، ان بتيجي ناس انت في النص كده بتبقى لا انت عارف ترجع ولا انت عارف تذاكر عشان ما عندكش وقت وعليك التزامات. فدايما انا بفضل تبقى دريفن باي باي جوب، يعني تبقى بتدور على ان انت تشتغل، دي اهم شيء، وبعد كده تدرس جنب الشغل. فانا عمري ما هاخد يعني اي نصيحه هقولها ان انت ادرس بس وبعد كده اشتغل. يعني انا دايما مش بفضل الشكل ده. فدي وجهه نظري، تمام. بس انا عارف انها صعبه، بس هو معلش يعني هتتعب بقى فتره لحد ما تظبط. لكن الشغل نفسه مهم جدا، ان حياتك. الشخص اللي ما بيشتغلش يا جماعه عنده مشكله كبيره جدا، عنده مشكله كبيره جدا. يعني انا اصلا تقييمي للشخص، وانا قلت قبل كده في السي في، حتى لو في حد عنده انقطاع، لو في حد عنده ما بيشتغلش، ده ما عندوش يعني الانطباع الهايرنج مانجر عن الشخص اللي عنده انقطاع او اللي ما بيشتغلش انه شخص مش بتاع مسؤوليه، ما بيعرفش الموضوع كبير جدا. فاوعى، الحته دي كارثه. عشان كده حتى فتره الانقطاع في العمل، ان انت مثلا كارير بريك مثلا، او بتبقى تحتيها تساؤلات وكويشن ماركس كتيره. فنصيحتي دايما لا، اشتغل.